السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. النهارده جبت لكم مكان حلو قوي. جبت لكم جاليري بيبيع وبيشتري كل الحاجات القديمه، اللي هي العمله القديمه والسبح القديمه، الخواتم، الشمعدان، كل اللي انتوا شايفينه ده بيبيع وبيشتري منه. يعني مش عندك حاجه عايزه تبيع بتروحي تبيعها عندي في المكان ده عادي جدا. طبعا في ناس كتير كان نفسها تعرف مكان زي ده عشان تبيع عندها حاجات مش عارفه تبيعها فين. فالمكان ده محل مش على النت، عشان في ناس كتير بتنزل على النت. بخرب ابوه. في ناس كتير بتنزل على النت طبعا زي ما انتوا عارفين، والناس مش عارفه تشتري منين. فانا جبت لكم المكان ذات نفسه عشان اللي عايز يشتري. ما شاء الله بجد، ساعات زي ما انتوا شايفين كده، كل اللي انتوا عايزينه هتلاقوه في المكان ده. عمله، سبح قديمه، بصوا حاجات اللي هي الفضه دي، انسيالات وسلاسل وخواتم. لو عندك خاتم فيه فص مش عارفه اذا كان هو غالي ولا رخيص، ممكن تروحي تودوه في المكان ده. هو بيقيم كل حاجه يا جماعه والله. بصوا كمان لو عندك نيشان او ميداليه بيتباع عادي عنده. بصوا كمان هنا عنده بابور الجاز وعنده الكلوبات، وعنده لو انت عايزه مثلا تلفزيون قديم او راديو موجود بردك عنده. انا بس حبيت اكبر لكم الصوره عشان تعرفوا بس الحاجه اللي موجوده. بصوا ده حاجه اسمها كلوب. ما شاء الله. لو انت عندك حاجه قديمه ومش عارفه تقيميها، ممكن تروحي هو يقيمها لك. السباحه عنده بتتباع من اول 1000 جنيه لغايه 25000 جنيه. انا هخليه لكم الكلام ده في التعليقات، قصدي في الفيديو. بصوا حتى النجف موجود عنده، النجف اللي هو الكريستال ده موجود بردك. انا كنت على قد ما اقدر كنت بحاول اجيب لكم الحاجه اللي موجوده عنده عشان تعرفوا ايه اللي ممكن يتباع هناك وايه اللي ممكن يشتري. بصوا كمان الرضاوي. بصوا حتى العمله القديمه بردك موجوده عنده. لو انت عندك عمله عايزه تبيعها ومش عارفه تبيعها فين، تبيعها في المكان ده. طبعا هنا المحل مضمون 100 يعني مش مكان مثلا حد على النت مثلا هيضحك عليكم ولا اي حاجه، لا ده هنا محل زي ما انتم شايفين كده. وبصوا كمان عنده الانتيكات دي اللي هي الساعه اللي انتوا شفتوها دي. بصوا، والفازات دي والابجورات. بجد ما شاء الله هنا في كميه حاجات. بصوا السبح دي على فكره مش غاليه، بس هو عنده سبح غاليه هوريها لكم دلوقتي. هو هيوريها لكم دلوقتي. بصوا حتى النجف. اه على فكره بيشتري كمان الكتب القديمه، الكتب اللي هي النادره، يعني اللي عنده مثلا مقتنيات بيشتريها. ولو عندك قلم حبر بيشتريه. بصوا الطقم ده، دي بونبونيره كده فضه بتاعت زمان، تحتها زي طبق فضه، هي كده ليها رجلين كده وتحتها طبق. بصوا كمان طقم الشاي الفضه ده عجبني قوي، براد فضه بالسكريه باللبانه بتاعته بالصينيه بتاعته. يا ريت لو وصلت لغايه هنا تحطي لي لايك، واللي مش عامل متابعه يا ريت يعمل متابعه عشان ان شاء الله الفتره الجايه معايا فيديوهات قويه جدا. بص انا قلت برضك ايه، اخد لكم جوله سريعه. عليكم السلام ورحمة الله ازي وبركاته. حضرتك، عامل ايه؟ الحمد لله تمام. معلش ناخد من حضرتك شويه. اتفضلي. كنا عايزين نعرف بقى حضرتك يعني بتبيع وبتشتري ايه بالظبط؟ احنا بنبيع وبنشتري العملات القديمة يعني بجميع انواعها، العملات الورقية او الفضية، الملكي او الجمهوري. تمام. في ناس كتير يهمهم الفيديو ده، لان في ناس كتير فعلا عندها حاجات ومش عارفه تبيعها فين. مظبوط، فعلا في ناس كتير عندها حاجات بتبقى قيمة وفعلا مش عارفين يبيعوها فين. تمام. ويعني للأسف يعني في منها اللي بيترمى يعني في وسط حاجات، او اللي بيروح بسعر مثلا بخس او كده. صح. لكن في حاجات بتبقى قيمة وفي ناس كتير مش عارفة قيمتها. يعني حضرتك اي انتيكات، سبح، شمعدان قديم مثلا، اي حاجات الحاجات دي اي بتشتريها؟ انتيكات بصفه عامه، الانتيكات، التحف، العملات، الميداليات، كان في الناشين. حد سالني كان عنده قفل نحاس قديم بس تقيل، بتشتريه بردك؟ برضه بشتريه لو هو طبعا بمفتاحه او كده، بشتريه بهتم بيه. تمام ماشي. هي دي السبح اللي حضرتك بتشتريها؟ دي بعض انواع السبح اللي انا بشتغل فيها. وفي حاجات تانية برضه بتبقى مثلا كويسه او كده يعني.
ممكن الانواع دي كده، دي برضو بتبقى انواع تانية. تمام. يعني مثلا سبحه زي كده تعمل كام؟ يعني متوسط سبحة زي كده، يعني دي فيها يعني مثلا في حاجات بتبقى خامات تركي مش انتيك، اه في بتبقى خلاطة حديثة، ولكن بتبتدي مثلا الحاجات دي من 1000 جنيه لغاية 25,000 جنيه السبحة. ما شاء الله. ايه ده، ما كنتش تمام. عارف الاسعار جامده قوي كده. لا هو يعني السبحه من 1000 جنيه ل 25,000 اه جنيه في يعني اللي طبعا. عنده سبحه زي كده يا جماعه عنده كنز في بيته، خلي بالكم. هو دي نوع، انا بتكلم على اللي هي الكريزي دي، اه دي اللي هي الخامات دي. بس انا على فكره فعلا اول مره اشوف السبحه بالمنظر ده، الشكل ده يعني. هي مظبوط، لان هي السبحة يعني في وجودها هي شريحة شوية، تمام. والخلطات بتاعتها بتبقى خلطات قديمة، في بقى مثلا الالوان دي او كده. اه تمام. في برضه الالوان المنجاوي دي خامات مثلا قديمه، بيبقى في منها اسمه مستكه، بيبقى في منها اسمه كهرمان. ايوه تمام. الوان مختلفه برضه، الاسعار بتبقى متفاوته، لكن هو اغلاهم يعني المسابح غالبا اللي هو بيبقى اللون الكريزي القديم، اغلاهم اللي هو الكريز القديم. الكافي. حتى الساعات بتشتريها. والساعات برضه نفس الامر. تمام. هي دي السبحه اللي حضرتك بتشتريها صح؟ لا دي يعتبر دي حاجات عاديه، يعني هو اغلب الحاجات اللي هي اللي انا وريتها لحضرتك اللي هي بتبقى القيمه المنجاوي، ايوه. واللي هي الكريزي او العنابي. طب الناس تعرف ازاي اللي هي عندها السبحه دي غاليه، موجوده عندها غاليه ولا مش غاليه؟ هو بيبعت مثلا اللي عنده حاجه بيبعت الصوره، أو. على الصوره بقول له كويسه او مثلا مش كويسه، او لو محتاجه فحص بقول له هات. يعني حضرتك عامل واتس للحاجات اللي زي اه كده؟ طبعا. طب ممكن نبقى ناخد رقم الواتس نحطها في التعليقات عشان لو اي حد عنده حاجه يبعتها لك على طول. مفيش مشكله، ولو حد حتى مش حابب يبيع، حابب يقيم الحاجه برضه مفيش مشكله. تمام ان شاء ماشي. الله. وبتشتري طبعا العمله. والعمله برضه زي ما قلت لحضرتك، الفضيه او الورقيه، الميداليات، النياشين، الساعات، ساعات الجيب او ساعات اليد. ايوه. في براندات برضه في الساعات بتبقى عاليه، اقلام الحبر، الباركر، شيفر، مونجلول، البراندات برضه، الكتب، المخطوطات، كل دي بنود بهتم بيها. الكتب بقى اللي هي ايه، اللي هي الكتب اللي هي الاثريه برضه تكون طبعات قديمه. اه. طب حضرتك معلش قلنا العنوان فين بالظبط؟ احنا مكاننا في شارع الاسكندراني في محرم بيه. شارع اسكندريه في محرم بيه، ما انا عارفه بس بجوار سوق احنا كلية علوم. دخلنا الشارع بقى ده اسمه الشارع ده ايه؟ ده شارع الابيوردي. شارع ايه؟ الابيوردي. شارع الابيوردي. الابيروجي. من على الاسكندراني بره، تقاطع شارع المحكمه مع شارع الاسكندراني، بيخش يمين كانه طالع على سوق كليه علوم، بيلاقي المحل على ايده اليمين على طول. تمام ماشي، متشكرين قوي لحضرتك. شرفنا بحضرتك. احنا خدنا وقت حضرتك شويه. الله يكرمك.